قد تجاوزت منتصف الليل في كل بيت مغربي. العيون لا تنام، الأنفاس معلقة أمام الشاشات. ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء، لحظة صمت ثقيل ثم انفجار واحد دوّه من طنجة للداخل. مشاهدينا متابعي قناة الرأي والحدث، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اشنو دارت إعلامية سعودية على المباشر فرحا بتتويج المغرب. ما نطولش عليكم، اللي مازال ما مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس. خليكم مع الفيديو. جول هدف الزبيري الأول أشعل القلوب، أما الثاني فأطلق العنان لفرحة لم تعرف حدودا. في لحظة تحولت الشوارع لمدرجات والمنازل إلى ملاعب. رجال، نساء، صغار، كبار خرجوا جميعا ليلا يغنون للنصر، يرفعون الأعلام، يرقصون في ليلة بيضاء امتدت حتى الفجر. هي ليست مجرد مباراة انتهت في 2 صباحا، بل حكاية وطن عاشها بكل جوارحه. هذا التتويج لم يأتي صدفة مع ذلك، ولكن هو ثمرة رؤية بعيدة المدى بدأت بخطط تطوير مدروسة منذ سنوات، بجهود لم تعرف الكلل أيضا منذ سنوات، حتى بدأت كرة القدم المغربية تجني أولى ثمارها بحوالي العام 2021. مشروع وطني أعاد بناء اللعبة من جذورها، من الأكاديميات إلى الملاعب، من البراعم للمنتخبات، حتى أصبح كل جيل يسلم الراية الذي بعده، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، في مسيرة لا تتوقف نحو القمة، من مونديال قطر لأولمبياد باريس والآن في تشيلي. كثيرة إذن هي المواعيد التي تألق فيها المغرب ما بين هذه المحطات. من إنجاز إلى آخر يكتب المغرب فصلا جديدا من المجد الكروي. ليلة لا تنسى ختمها المغاربة بعبارة واحدة تختصر كل شيء: هذه البداية ومازال مازال. معي من الرباط مراسلنا عزيز فتحي، نتابع ربما رصد الأجواء وكذلك أبرز الأصداء حتى هذه الساعة على هذا الفوز التاريخي. كما جاء على لسانك إيمان، هي ليلة بيضاء قضاها المغاربة ليلة أمس بمناسبة المباراة النهائية لكأس العالم للشبان أقل من 20 سنة التي احتضنها ملعب سانتياغو الوطني بتشيلي في 8 مساء بالتوقيت المحلي هناك، ما يوافق منتصف الليل بتوقيت الرباط، 3 صباحا بتوقيت أبو ظبي. المقاهي ظلت أبوابها مشرعة في وجه مرتاديها من جمهور كرة القدم لغاية ساعات متأخرة من الليل. عدد من المغاربة تابعوا هذه المباريات داخل المنازل وقضوا أزيد من ساعتين أو ساعتين على الأقل بعد منتصف الليل يتابعون هذه المباراة التاريخية. المغاربة خرجوا بالآلاف في مختلف المدن المغربية والمداشر في الشمال والجنوب، في الشرق والغرب، خرجوا إلى الشوارع وإلى الساحات العمومية بمنبهات السيارات والدراجات النارية، راجلين يهتفون بالشعارات والأناشيد والأهازيج، يحملون العلم الوطني احتفاء وفرحا، اعتزازا وافتخارا بهذا المنجز التاريخي غير المسبوق على المستوى العربي، وهو الثاني من نوعه قاريا بعد غانا عام 2009. هذا المنجز كما أشرت إلى ذلك إيمان يأتي ثمرة لعدد من البرامج والخطط التي دخل فيها وتبناها المغرب منذ مناظرة الصخيرات بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبسلسلة من البرامج التكوينية من خلال مدارس، أهمها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي باتت تخرج أفواجا من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، وليس فقط اللاعبين ولكن من فنيين وتقنيين ومدربين، مع العلم أن مدرب المنتخب المغربي
محمد وهبي هو خريج المدرسة الكروية الوطنية. هذا المنجز ينضاف إلى منجز قطر عام 2022. احتل المنتخب المغربي الأول الرتبة الرابعة. منتخب المحليين حصل على التتويج في 4 نسخ وهو رقم غير مسبوق على الصعيد القاري. منتخب الناشئين والمنتخب أقل من 23 سنة حصل على الجائزة أو الكأس إفريقيا. منتخب السيدات وصيفا لمرتين عام 2022 و2024. ومنتخب السيدات داخل القاعات كذلك حصل على كأس بطولة إفريقيا. هذا المنجز يزيد من الآمال ومن طموحات الشارع المغربي من مرتادي الرواد كرة القدم ومشجعي هذه الكرة الشعبية لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل. تعلق الأمر بكأس العالم المقبل أم كأس العالم 2030 أم بالاستحقاقات الأخرى في مختلف الفئات العمرية. إيمان، شكرا جزيلا لك عزيز فتحي مراسلنا من الرباط على هذه المتابعة. نبقى في هذا الموضوع وفي متابعة وتحليل هذا الإنجاز التاريخي للكرة المغربية. معي من طنجة المدرب الوطني والإطار الوطني المغربي هشام الأدريسي. أهلا بك معنا. بداية مبروك على هذا الفوز. ربما تحدثنا عن النموذج المغربي القائم على الأكاديميات وعلى رؤية استراتيجية ونفس ونهج علمي طويل المدى. برأيك هل هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الإنجاز؟ ما هي أبرز العناصر وصولا لهذا الجيل الذهبي لكرة القدم المغربية على مستوى الكبار، على مستوى الشباب الصغار، على مستوى النساء وفي مختلف المجالات؟ أولا تحية رياضية لك أختي إيمان، وأرفع لك القبعة على الكلمات الرقراقة التي قلتها في حق بلدي وما أنجزه في السنوات الماضية، وهذا نتاج عمل ومجهود ورؤية ثاقبة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع، مشروع إحداث أكاديمية محمد السادس، مشروع صناعة الأبطال وتفريغهم على الأندية الوطنية والأوروبية، ثم كذلك البحث على الإنجازات. وصار في نفس الخطى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السي فوزي القجع، الذي أحدث ثورة في كرة القدم بتكوين المدربين، بتكوين اللاعبين، وكذلك أعطى الفرصة للأطر الوطنية المغربية للاشتغال. والدليل هو أن هذه الأطر كلها أعطت إنجازات، منها من فاز بكأس إفريقيا للمحليين، منها من وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ومنها من وصل إلى نهائي كأس إفريقيا للشباب. فلا وليد الركراكي كبداية، ولا حسين عموتة، ولا جمال السلامي، وطارق سكيتي، واليوم محمد وهوي وسعيد شيبة. كل هذه الأطر فهي أطر وطنية خريجة معهد مولاي رشيد، تكونت بالأراضي المغربية وأعطتنا لاعبين موهوبين. زيد على هذا العمل في العمق داخل مركز محمد السادس، حيث المعسكرات المسترسلة والمباريات الودية والتجمعات وكذلك المنافسات الكبرى أعطت للاعبين تنافسية. وسعت قاعدة البحث على اللاعبين عبر منقبين بأوروبا، بالمغرب، بالخليج، وهذا ما أعطى رؤية تقنية وسياسة كروية مغربية حديثة أعطت إنجازا تاريخيا غير مسبوق وملحمة كروية أمس عشناها في ليلة بيضاء سعد فيها كل المغاربة بل كل العرب على ما قدمه الأشبال من هل بات اليوم نموذج مغربي أو مدرسة مغربية على مستوى، لأنه هذا حلم وهذا أيضا يعطي ربما نوع من الإلهام. إخواني مشاهدينا الكرام، فراه كما شفنا صافي المغاربة داروها، وماشي غير داروها، خلاو العالم كامل يهدر عليهم، من السعودية للمغرب، من الخليج للمحيط، كلشي فرح، كلشي حس بالفخر. مذيعة سعودية كتغنى، كتضحك، كترقص من قلبها، ماشي مجاملة ولا باش دير البوز، ولكن حب حقيقي، حب ديال إنجاز عربي تاريخي. كما شفتوا شحال زوين يكون الإحساس ملي تشوف بلادك كتوصل وتفرح الشعوب. المغرب اليوم ما بقاش مجرد منتخب، راه ولا رمز ديال الإصرار، ديال الطموح، ديال الثقة في النفس.
ولادنا اليوم عطاو الدروس في الميدان، ما خافوش من الأرجنتين نهائيا. لعبوا برجولة بروح وطنية كبيرة، وهذا الروح هي اللي خلات العرب يصفقوا واللي كيحقدوا يتقلقوا. الصراحة المذيعة السعودية فرحات حيث حست بشي حاجة صادقة في قلبها. المغاربة داروا إنجاز للعرب كاملين، وحتى اللي ما كيعجبوش الحال راه غادي يعيش يشوف المغرب كيزيد يتألق كل عام، حيت هادي راها غير البداية. وهذا الشي كامل عنده سبب واحد، حيت عندنا ناس مؤمنين ببلادهم خدامين في صمت كيصنعوا المجد بلا ما يديروا البهرجة. المغرب ما كيهضرش بزاف، المغرب كيخدم وكيفاجئ. واللي كيبكيو اليوم راهم عارفين راسهم، لان كل مرة المغرب كيعريهم قدام الناس كاملين باش يكتشفوا الحقيقة اللي مخبية في قلوبهم. الحقد ما يوصل، الغيرة ما تبني، والكذوب ما يدومش. أما الفخر والإبداع والنخوة المغربية هادو كيبقاو ديما الفوق الفوق. اللي كيشوف الفيديو دابا خود لحظة وفكر، هاد الجيل المغربي واش ما يستاهلش الدعم؟ واش ما يستاهلش نفرحوا بهم؟ كل هدف، كل دمعة، كل تبوريشة في هذا التتويج وراها قصة تعب، عرق وحلم كيتحقق. كنهدي التحية لكل مغربي حر، لكل أم بكات من الفرحة، لكل شاب حس بالفخر وهو كيشوف العالم ديال بلادو كيتعلق في السماء. المغرب اليوم صراحة ولا مثال، واللي ما عجبوش الحال راكم عارفين اش نقولوا ليه. هادشي اللي عطا الله الاخوان في الفيديو اليوم. ما تنساوش تدعموا القناة باشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنساوش لنا التعليقات لان الرأي تاعكم كيهمنا وبزاف. الى اللقاء.